طيب ده الشكل النهائي للجرنبيط بتاعنا، هو بعد ما طلعناه من الزيت ما شاء الله. وقدمت معاكم اهوت، يتاكل مع عيش وسلطه ان شاء الله، وتعملوا طحينه تعملوا توميه. شايفين يا حبايبي لسه ما زال ناشف لغايه ما هتاكلوه ان شاء الله، ويفضل ناشف كده مجرش ما شاء الله زي الكنتاكي بالظبط ما شاء الله عليه. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل غدا مع بعضينا سهل وبسيط كلنا بنحبه. هنعمل مع بعض يا حبايبي الجرنبيط. الجرنبيط ده من ايام جدتي وجدتك، وعارفين الطريقه بتاعته دي سهله وبسيطه. هنعمل بالطريقه اللي هي امي وامك كانوا بيعملوها دول، وجدتي وجدتك. لكن ان شاء الله هنضيف اضافه بسيطه النهارده هتديله الجرمشه وتديله هشاشه كده، وما يشربش معانا زيت كتير، ويبقى عامل يعني كده زي الكنتاكي ما شاء الله. حتى الاطفال اللي ما بيحبوهوش لما يلقوه بيجرمش كده وحلو هيفتكروه كنتاكي وهيحبوه ان شاء الله. تعالوا يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. انا معايا جرنبيطه واحده هنا اهي، بسم الله. هبدا يا حبايبي، دي كان في عصيان هنا خضره كده كتير انا شلتها. هبدا اقطع القرنبيطه بتاعتي بالشكل ده كده كده اهو. هبدا يا حبايبي هنا اقشر الجرنبيطه كده. هشيل الورقه اللي هي بتبقى مجلده ديت في العصيان بتاعت الجرنبيط دي كده، علشان في التحمير لما نيجي ناكله ما يبقاش ايه يمط كده ويبقى مش حلو. هفتحها بالشكل ده كده عشان تبقى صغيره، بسم الله. دي خلاص كده ملهاش لازمه هتترمي. ما شاء الله الجرنبيطه الواحده يعني بتقطع كميه كبيره، خاصه ان هي كبيره مش صغيره. القلب ده هفتحه كده كذا ناحيه. هقشره كله يا حبايبي كده، الجرنبيطه بتاعتي اقشرها كلها كده بالشكل ده كده. حاطه كمان يا حبايبي حله على النار فيها ميه كده اهو يا حبايبي، بالنظام ده بس كده علشان يبقى عامل زي الكنتاكي في التحمير ما شاء الله. الحله يا حبايبي اهي الميه غلت فيها، هضيف معلقه ملح هنا وهنزل بالجرنبيط فيها بعد ما اقشره كله زي ما وريتكم كده بنفس الطريقه ديت. وهنزل في الميه هاخد غلوتين بس معايا، مش هيتهري يا حبايبي الجرنبيط بتاعنا علشان ما يبص مننا ويسيب في الزيت. غلوتين اتنين وهطلع من السلق، وبعد كده نشوف اللي هي العجينه اللي بنعملها اللي هي زي البشاميل ديت بالبيض والخضار والثوم وكده. هنعملها مع بعضينا بعد الجرنبيط ما يتسلق علشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو بس. حلو يا حبايبي نشوف الجرنبيط بعد ما اتسلق اهو. خد غلوتين اتنين بس زي ما قلت لكم في الميه والملح، بسم الله. هبدا اطلعه كده، مش ماهره منه ولا حاجه، هو ما شاء الله يعني دخل في درجه السوا لكن ما استواش لدرجه ان هو يتهري. خلاص يا حبايبي كده طلعنا كميه القرنبيط من الميه. الميه دي هتبرد وهتتكب في الحوض خلاص مش هنستخدمها حاجه، بسم الله. هجهز يا حبايبي بقى الخطوات بتاعت الجرنبيط، هنجهزها مع بعض ان شاء الله دلوقتي. تعالوا يا حبايبي نشوف ايه اللي هنعمل به البشاميل بتاع الجرنبيط بتاعنا. معايا هنا حبايبي 5 بيضات، ده بيض بلدي رفيع يعني انت صغير قصدي، يعني انت لو هتجيبي بيض من الكبير ب3 بيضات بس، وما تنسوش ان حجم الجرنبيطه بتاعتي كبير برضو. يعني لو اصغر من كده هتحط بيضتين، هتحط 3 مفيش مشاكل حجم الجرنبيطه يعني. معايا كمان هنا حبايبي كزبره مطحونه معلقه كبيره، كمون يحب الكمون جدا الجرنبيط معلقه كبيره برضو، معلقه شطه ده اختيار براحتك لو مش حابين تحطوها ما تحطوهاش، ومعلقه ملح طبعا علشان نظبط الجرنبيط بتاعنا. معايا هنا توم وكزبره وبقدونس، لو شبت يبقى تمام خالص، يحب الشبت خالص الجرنبيط. ده هفرمه يا حبايبي في الكبه وهضيفه على البيض والحاجات. هنا المكون اللي هيخلي الجرنبيط بتاعنا مجرمش وعامل زي الكنتاكي بالظبط ومش هيشرب زيت، ده نشا، كوبايه نشا وكوبايتين دقيق. لو الجرنبيطه اصغر من كده هتحط نص كوبايه نشا وكوبايه دقيق، يعني تقسم الكميه على حسب حجم الجرنبيطه بتاعتك. انا عشان ما شاء الله حجم الجرنبيطه زي ما انتم شايفين كبير قد ايه ما شاء الله، فهتاخد المكونات كتيره شويه. اما انتوا لو الحاجه اصغر من كده الجرنبيطه بتاعتكم اصغر من كده هتنقصوا كميه الحاجات دي. الدقيق يا حبايبي الدقيق العادي بتاعنا اللي هو دقيق اللي بنعمل بالكيكه والمخبوزات، دقيق عادي خالص، خدت منه كوبايتين اهم ونخلاهم طبعا، بسم الله. هحط البيض مع كوبايتين ميه، بسم الله الرحمن الرحيم.
التوابل اللي معايا يا حبايبي على البيض اهي، بسم الله. وكمان طحنت الكزبره والبقدونس والثوم يا حبايبي على بعض، فرمته على بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم المضرب اليدوي، ممكن تستخدم الشوكه، تستخدم معلقه ايدك، مفيش اي مشكله. بالشكل ده كده. وهضيف كمان يا حبايبي الميه، بسم الله. كوبايتين ميه يا حبايبي اهي. بسم الله. الميه ساقعه من الحنفيه خالص، ما فيش اي ميه دافيه ولا حاجه. بسم الله. هنزل بكوبايه دقيق اهو، اول كوبايه، بسم الله. العجينه بتاعته هتبقى تقيله يا حبايبي شويه، مش هتبقى خفيفه، يعني نفس نظام عجينه البشاميل اللي احنا بنعملها للمكرونات والحاجات بتاعتنا. وفي نوعيه كمان يا حبايبي من الجرنبيط كمان بنعملها بشاميل، ان شاء الله نبقى نعملها برضو مع بعض على القناه. ده النشا، بسم الله. ده هيديله قرمشه كده وهشاشه حلوه النشا للجرنبيط بتاعنا. المضرب بيسهل عليا الحركه يا حبايبي، ومخليش الدقيق بتاعنا يكلكع مني. بالظبط يا حبايبي، المقادير بتاعتنا مظبوطه اهي، بسم الله. خلاص يا حبايبي كده تمام خالص. هبدا انزل الجرنبيط يا حبايبي. انا حطيت الطاسه، رفعت الطاسه على النار اهي، او الجلايه براحتكم. حطيت فيها زيت كتير شويه يا حبايبي عشان نحمر فيه الجرنبيط. علشان ايه؟ كل ما كتر الزيت معانا في الحاجات ديت في التحمير ما تشربش زيت اكتر وما تمسكش في بعضيه، لان لو الزيت قليل هيمسكوا في بعض، يمسك الجرنبيط في بعضيه وياخد طراوه كده ويبقى طري. هيسخن بس الزيت معايا يا حبايبي، وهبدا احمر في الجرنبيط معاكم. الزيت سخن معايا يا حبايبي. انا حسيت ان العجينه بتاعتي محتاجه ذره ملح، حطيت لها حبه ملح تاني. بسم الله. هشتغل بايدي طبعا، بسم الله. اللي حابب يلبس جوانت يلبس يا حبايبي، بس انا قلت لكم قبل كده انا ما بحبش الجوانتات، ما بحبش اشتغل بيها، ما اعرفش يعني اشتغل بيها. بالشكل ده كده كده اهو، بسم الله. ابعد كل واحده عن التانية يا حبايبي، مخليهوش جنب بعضه. علشان ما يمسكش في بعضه ويتعبني في التقليب. الكميه دي يا حبايبي كده في الطاسه كويسه خالص كده، علشان يبقى فيه فراغات بينه وبين بعضه، ما يمسكش منه في بعضه كده وانا بقلب في الزيت. هيحمر الجنب اللي من تحت يا حبايبي عادي، كلنا فاهمين طبعا، عارفه حبايبي كلهم شاطرين، بس ده يعني بنتكلم كده عشان حبايبي الصغيرين اللي لسه مبتدئين في المطبخ يكونوا فاهمين وعارفين كل حاجه، مفيش حاجه تتعبكم ولا حاجه تغلبكم ان شاء الله. هيحمر الجنب من تحت، هقلب على الجنب التاني واسويه كويس لغايه ما ياخد القرمشه وياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا متعودين عليه ده، وبعدين هنطلع مع بعض. كده قلبت، شايفينه عامله ازاي؟ بصوا الخربشه يا حبايبي تحته عامله ازاي، ما شاء الله. خلاص استوى كده، انا قلبته من الجنبين تمام التمام اهو، ما شاء الله. بسم الله. انا حاطه هنا صينيه فيها منديل مطبخ هطلع عليها، مش شارب يا حبايبي والله ولا نقطه زيت. لو خدتوا بالكم كميه الزيت اللي انا حطاها زي ما هي، ولغايه اخر قطعه هعملها والزيت زي ما هو، ما يشربش زيت خالص. طالما ضايفين ان كميه النشا دي عليه ما يشربش اي زيوت، ويفضل ناشف ومقرمش كده زي ما هو. بصوا يا حبايبي عامل ازاي اهو، ما شاء الله. العجينه بتاعته لازم تكون خفيفه يا حبايبي، ما تكونش ثقيله علشان ما يعجنش منكم من جوه، وفي نفس الوقت ما يشربش زيت. هحمر يا حبايبي باقي الكميه اللي معايا، لان الكميه ما شاء الله كبيره، وهرجع معاكم نقدم مع بعض. حبايبي
خلصنا كل كميه الجرنبيط معانا اهي ما شاء الله. دي اخر طاسه اهي. شايفين الزيت يا حبايبي لسه زي ما هو في الجرنبيط بتاعنا، هو ما خدش الزيت بتاعنا كله ولا حاجه اهو. الزيت قاعد زي ما هو في الصينيه اهو. بسم الله. وشوفوا يا حبايبي عملنا كميه قد ايه. الصينيه اللي انا حطيت فيها الاولانيه اتعبت، وهحط في طبق تاني اهو ما شاء الله. كل كميه القرنبيط دي يا حبايبي ب3 جنيه بس. القرنبيطه الواحده ب3 جنيه ما شاء الله. يعني غدا سهل وبسيط ورخيص كمان، مش مكلف علينا. والبيض من البيت والدقيق في البيت ما شاء الله. غدا سهل وسريع ان شاء الله يا حبايبي. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه. خلاص يا حبايبي كده احنا هنقدم دلوقتي كده، وبالهنا والشفا الحبايبي. ده الشكل النهائي للقرنبيط بتاعنا هو بعد ما طلعناه من الزيت ما شاء الله. وقدمت معاكم اهوت يتاكل مع عيش وسلطه ان شاء الله، وتعملوا طحينه تعملوا طعميه. شايفين يا حبايبي لسه ما زال ناشف لغايه ما هتاكلوه ان شاء الله، ويفضل ناشف كده مقرمش ما شاء الله زي الكنتاكي بالظبط ما شاء الله عليه. وبالهنا والشفا يا حبايبي الطريقه السهله البسيطه ديت.